يا جماعه هو لما كان بقى عشان بس تعرف انه في تواصل بين الاجيال يعني. لما كان الثلاثي اضواء المسرح بيقفوا بيعملوا مونولوجات على المسرح وبيقولوا افيهات ونكت جاهزه والكلام ده كله، ده ما كانش ستاند اب كوميدي. كان ستاند اب ده كان طبعا. ستاند اب ده كوميدي. سيبك من طبعا. المسمى وده من طبعا. كام لا، لا. سنه بقى؟ ده من سبعينيه كتير انا عارف. خلي بالك، يعني ستينيه سبعينيه. اول فده- واحد انا بقول دايما في التاريخ للستاند اب كوميدي، اول واحد يعتبر ان هو رجع الستاند اب كوميدي او عمل له شكل في مصر كان سمير غانم. سمير غانم. أيوة. لانه حقيقي. كان عنده ربعايه كده، أيوة، على ربع المسرح. ساعه على تلت ساعه على المسرح. المسرح بيعمل ستاند اب، بس كان حاطه جوه المسرحيه اللي عملوه بره. وبيقول لك احنا اللي عملنا الستاند اب والفن ده، ان هم طلعوا الستاند اب من الاطار اللي كان فيه، سواء مسرحيه سواء مسلسل سواء فصلوه. فيلم وعملوه فن قائم بذاته. هو بس بالنسبه لي اي وان مان شو، اي شخص بيقف على المسرح يقدم للجمهور حاجه فن، خلاص. بس سيبك من تعال- بس المسمى. بس بقول لك ما المسمى. تعملش فيها طيب، بس ما تعملش فيها طيب. لا، أنا مش أهو طيب. احنا برافو عليك انت عشان جين زي.